اصحى واشهر محل كشري الناس بتاكل فيه الساعه 5 الفجر. عنده خلطه كشري من 100 سنه ما حدش عرف يعملها، لان هو واحد بس في منطقه الجيزه اللي بيعمل طبق الكشري ده. واللي ورايا ده اشهر محل كشري في مصر، ناس موجوده بالتوابير واقفه عشان تاكل طبق. عمل هنا من بعد صلاه الفجر للساعه 9 مساء. كشري السني رقم واحد يا جدعان، بنجيبه من كل حته في مصر، رقم واحد في الدنيا كلها. احنا دلوقتي الساعه 6 الصبح اصلا، النهار بيطلع كده وتلاقي الناس بتنزل تنزل حاجه. ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت جميل وتعمل منشن لصاحبك. الساعه دلوقتي 5 ونص الفجر، الناس دي كلها واقفه الساعه 5 ونص الفجر. الكشري ده صح الصح، كشري باجي من حدائق القبه ماشي. خلطه الكشري دي مش موجوده غير في محل كشري السني بس، والناس واقفه بطوابير بره عشان يجيبوا لهم الاطباق بتاعتهم، وغني وفقير ومشاهير هتلاقيهم بياكلوا في المكان ده. القوطه العالمي ده الاكيله بس هم اللي بياكلوا. تدور على ازازه الخل دي لان مش هتلاقي واحده غير في المكان كله. طبق الكشري ده الساعه 5 الفجر بقى على بقالي سنين باكل كشري، ده متربي هنا. ساعات وكمون نظبطه، وهنا المكرونه عليها الخلطه بتاعتها، والرز ابيض عليه الخلطه بتاعته، وهنا الشطه بوطه، شطه بوطه بخلي بتوم برده خلطه كويسه، وهنا الصلصه طبعا ايه ما بنحطش عليها ميه خالص ماشي، وهنا التاليه كل مكرونه. في الاخر هتاكل كشري المعتاد، مكرونه ورز وعدس الجوده العاليه ديت والبضاعه اللي بنختارها فرق. بحب اطلب من عم منصور طبق مليان شطه وقوطه. هو ده بقى طبق كشري السني اللي بنزله الساعه 5 الفجر عشان اجي اكله، والناس كلها بتجيله الساعه 5 الفجر. احنا دلوقتي الساعه 6 الصبح اصلا، والناس كلها موجوده ومفيش حد يستغرب بيقول لي ازاي انت بتيجي. هنجرب طبق كشري مفيش حد في مصر بيعرف يعمله غير كشري السني من 100 سنه. شويه القوطه دول اللي ما بياكلش شطه ما يفكرش يقول لي عم منصور حط لي شويه قوطه بالشطه، هيموت. لازم تكون اكل شطه. العنوان ميدان الجيزه، شارع سعد زغلول. كشري